انا حامل في الشهر التاسع وفجأة ابني اختفى من بطني، واللي حصل معايا لا يتخيله عقل، واللي حصل بعد كده اغرب من الخيال. واحدة بتحكي قصتها بتقول فيها انها عندها 25 سنة، ساكنة في قرية ريفية، وكان ليها اخوات واتجوزوا قبلها. وطبعا بدأت الناس كل مرة تقول لها عقبالك ربنا يديكي ابن الحلال. وكانت دايما هي وامها زعلانين لانها ما كانتش اجتماعية وما كانتش بتخرج كتير زي اخواتها. امها كانت دايما كل يوم بتعيط تقريبا وهي بتصلي، وبتدعي لها ان ربنا يرزقها بابن الحلال. وهي كمان كانت بتتمنى انها تتجوز علشان خاطر الناس بدأوا يرزلوا عليها في الكلام وفي الرايحة وفي الجاية يقولوا لها عقبالك انت اتأخرتي ليه في الجواز. وبعد مرور وقت قصير ربنا كرمها وجالها عريس، واول ما جه وتقدم لها امها اعترضت عليه. ليه؟ علشان خاطر هو كان متجوز مرتين قبل كده وطلق، وامها كانت معترضة انه يكون اول بختها واحد كان متجوز وطلق. طبعا هي حاولت معاها